صباح الخير. طبعا من التراث السوري حلاوة الجبن. نحن ما راح نختلف إذا كانت حمصية ولا حمي، المهم بالنهاية من المطبخ السوري. قسمناها على رقعتين أو طرحتين كما تسمى بالمهنة. ما بيأثر، خلاص ستوب. طبعا بعد ما فرغناها من الهواء، هي عملية تقليب، هي تفريغ من الهواء. هلا ندهن شوية سمنة على ايدينا وندهن الحلاوة. اول شي بنقلبها بالشيرة اللي هي القطر، وبعدها السمنة عشان تعطينا سهولة بالمد ونعومة للوش. نجي بهالطريقة. هلا هيك راح نرققها ونكبرها لحتى نقدر نطلعها برا الصينية. طبعا هلا هي العملية اسمها التسخين. هي التسخين بنسحب حلاوة الجبن لحتى تطلع معانا ريحة. من بعدها نجي هذا الحرف بيكون فيه سماكة، راح نرققه بإيدينا لحتى يصير معانا خفيف ورقيق. هاي حلاوة الجبن. طبعا فخر المطبخ السوري بصراحة، من المأكولات اللي كتير مشهورة عندنا وعليها جدال على انه حمصية ولا حمية. شوفوا ما شاء الله. هاي الشيف محمد معكم. طبعا وختاما هاي الحلاوة. لما بدنا نقول حلاوة الجبن لازم نكون واصلين هاي المستوى من الجودة. الجودة تلعب دور، نوعية السميد والجبن اللي بيكون رائع. شوفوني ما أحلاها ما شاء الله، تبارك الله. إن شاء الله بنصور لكم إياها ونحن عم نلفها بمشيئة الله. بدنا نلف الحلاوة نتبع هاي الطريقة. نجي نفرغها هيك من الهواء. هاي حلاوة الجبن.